شاب عشريني يقدم على قتل الاب ديالو بطريقه بشعه. بحال في هذه الامور راه كنشوفوا ان المغرب ولا فيه بزاف المختلين عقليين ومطلوقين واللي. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم اذا في خبر محزن جدا. اذا شاب عشريني يقدم على قتل الاب ديالو بطريقه بشعه، قدم له عده طعنات على مستوى البطن وفي الاخر زادوا طعنه على مستوى الراس. شاب كان يعاني من اضطرابات عقليه، لهذا كنقول الله يجازيكم بخير خوتي خواتاتي المغاربه وحتى السلطات لازم دير حل في هذه الامور. كنشوفوا ان المغرب ولا فيه بزاف المختلين عقليين ومطلوقين، واللي ما مطلوقين عايشين مع والديهم كيشكلوا عليهم خطوره 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 جدا. حنا في بلادنا اكيد راس مالنا هو الامن والامان. اذا في هذا الحادث وقع في مدينه مكناس وبالضبط في حي كاميليا. لا اله الا الله محمد رسول الله. تعازينا الحاره، لا اله الا الله. خبر صعب جدا صراحه بالنسبه للاسره، اصعب اصعب اصعب. علاش؟ هو خبر، شوف تخيل انت كتسمع مات مثلا، تسمع مات الاب ديالك وغتزيد شكون اللي قتلو الاخ ديالك مثلا، ولا مثلا الام مات لها الزوج ديالها شكون اللي قتلو الابن ديالها. صعب جدا صعب جدا. لكن هذا مشكل يطرح لنا اشكاليات المختلين العقليه اللي لازم ان الدوله ديرها بعين الاعتبار وتلقى حلول جذريه لهذا الشيء.